السلام عليكم، ازيكم احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ رمضان كريم عليكم جميعا. النهارده ان شاء الله هعمل اكله منسيه كده، يعني مش كل المصريين بيعملوها او فاكرينها، او مش اغلب الناس بتاكلها يعني، اللي هي الكشك المظيه. هقول لكم كل الملاحظات، انا مش اول مره اعمله، بس هقول لكم الملاحظات بتاعته. هحط الاول شوربه. هو لازم يتعمل له شوربه، ولازم تبقى شوربه يعتبر دسمه او متبله حلو يعني. وفي الافضل انها تتعمل بشوربه بتاعه بط مثلا، يعني شوربه تبقى دسمه كده غنيه يعني بمعنى اصح، عشان هي دي اللي هتطعم لي الدنيا كلها. فانا حطيت كده شويه شوربه، ورجعت زودت شوربة تانية على فكرة، يعني دي تعتبر كده قليلة شوية. ودي ربع كوباية رز، ممكن تقللي عن كده يعني معلقتين 3، هو بينفش لان كده كده بيتحط له دقيق. تمام. ونعمل بقى الخميرة بتاعة الكشك. كوباية زبادي، ويا ريت كوباية الزبادي يبقى زبادي قديم قديم، بمعنى ان هو يعني يعني مثلا ميزز شوية عن الجديد، ده برضه هو اللي بيديلي الطعم الميزز بتاع الكشك. وحطيت كوباية من كوباية لكوباية ونص لبن، يعني نص الكيس ده، الكيس ده نص كيلو، يعني تقريبا ربع كيلو لبن، حطيت نص بالظبط. ومعلقتين دقيق، وهي دي الخميرة. والخميرة دي ممكن تحضريها قبل ما تعملي الأكلة دي بساعة كده، يعني تخمريها بمعنى أصح، يعني على اسمها الخميرة. تمام. الطريقة بتاعتي دي يعتبر زي ني في ني، لكن هو أصلا مفروض ان انا أبدأ بالبصل، يعني البصل الأول، وبعد كده أضيف له الكشك. انا عملت هنا البصل في الآخر، فما فيش مشكلة، انا بس عشان كنت مستعجلة، لكن انتي براحتك. تمام. ادي عندي الخميرة بتاعتي، وهبتدي ان انا اقطع البصل. هتقطعي بقى شرايح، انا قطعته يعتبر ايه زي مكعبات كده يعني، عشان احمره. هو لازم يتحمر ياخد لون حلو، مش يعني مش تحرقيه، لكن ياخد لون، عشان ده اللي هيدي لون وطعم للكشك بتاعي. عندي كده 3 بصلات متوسطين، وحطيت له معلقة سمنة على زيت. زي ما اقول الاكلة دي يعتبر دسمة شوية، فلازم حتة السمنة دي ما يتحمرش في زيت بس. حطيت كمية البصل اللي عندي، وعشان بس يدبل معايا اسرع بضيف له شوية ملح، وانا بضيف عليه شوية فلفل اسود، بيدي لون حلو، بيدي ريحة حلوة قوي للبصل. لكن حط انتي ممكن ملح بس، يساعد بس ان هو يدبل معاكي اسرع لغاية ما يدي اللون ده. وكده وقفلت عليه. تمام. هبتدي ان انا الكشك عندي هو غلي، وزي ما قلت انا زودت شوربة تاني. طبعا هو كده الرز استوى، او يعتبر دخل في سوا، لان هكمل سوا تاني مع بقية المكونات بتاعتي. هضيف بقى عليه الملح وفلفل فقط. انا حطيت شوية ملح وفلفل، وحطيت في الاخر شطة بسيط، ده غير اصلا التتبيلة اللي هي موجودة في الشوربة. وحطيت ندعة توم بسيط قوي، وده برضو اختياري. ضفت البصل، جزء بس من البصل اللي احنا عاملينه ده، وهسيبه ياخد غلوة تاني. وحط له الخميرة، هحط له الخميرة اللي احنا عملناها من الزبادي واللبن والدقيق، ونبتدي نقلبه كده على النار لغاية ما يتخن، وهوريكم القوام بتاعه عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين كده، بتحطي في الكبشة بتلاقيه بيعلم كده على الكبشة من جوه، ده القوام المظبوط. هو تفتكر ان هو يعني خفيف، وهو مش خفيف ولا حاجة، لما بيبرد بيمسك نفسه. ولازم يتغرف على طول، عامل زي البصارة كده والعدس، يتغرف في اطباق على طول، لان هو بيمسك. فعمل لي تقريبا الكمية دي، عملت لي تقريبا 5 اطباق، وهزينه ببقية البصل اللي انا عاملاه. وده كده الكشك المازية بتاعنا، يعني اكلة جميلة جدا، اكلة الملوك بقى يا جدعان، اكلة حلوة جدا ومشبعة. يتاكل جنبهم بقى رز، يتاكل بالعيش. فهعمل جنبه، بما ان النهارده يوم العيش العالمي، فهعمل ايه جنبه شوية مزاليكا. المزاليكا اللي هي ايه؟ اللي هي الكبد والقوانص بتاعة الفراخ. في نفس الزيت اللي انا كنت محمرة فيه
البصل اللي احنا لسه عاملينه، حطيت بصل تاني وبرضو طعمته شوية ملح وفلفل لغاية ما يدبل معايا. وبعد كده حطيت فلفلاية حمرة حراقة، حطيت فلفلاية واحدة بس، بس تديلي طعم، بس عشان ما يدينيش طعم حراق قوي. تمام، تقلبتين كده. وبعد كده هنزل بالقوانص. القوانصاية الواحدة انا مقطعها على 3، يعني على قطعة كبيرة، لان كده كده بتكش. فهنزل بيها الاول انها بتاخد سوا اكتر من الكبد. وحطيت كمان القلوب معاها، دول اكتر 2 بياخدوا سوا عن الكبد. برضو كام تقليبة كده لغاية ما الاقيها بتنزل ميتها وتستوي نص سوا. زي ما انتم شايفين منزله المية ازاي بتاعتها، نزل ميتها وبترجع تشربها تاني عشان تستوي فيها. التوابل ملح فلفل كمون وكزبرة وشطة وحتة توم بسيطة. تمام، انا طبعا حطيت الملح بما ان هي دخلت في سوا. هضيف الكبدة كمان دلوقتي، ممكن تضيفي بقية التوابل وتخلي مثلا ملح للاخر، فانتي براحتك. تقلبتين كده وهبتدي ان انا انزل الكبدة واحط كمان شوية الخل بقى بيديلها طعم حلو قوي وريحة حلوة، وبيساعد انها كمان السوا بتاعها. كل المية دي مفروض انها تشربها تاني عشان تستوي فيها. هضيف بقى الكبدة في الاخر، ما بتاخدش سوا بقى الكبدة خالص زي القوانص. يعني عايزة اقول لكم اكلة حلوة قوي وسهلة. وطبعا هي لازم تكوني غسلها الاول كويس، عشان بس هي بتبقى زفرة نوعا ما، الكبد والقوانص بتاعة الفراخ تبقى زفرة شوية، فتكون مغسولة كويس في الاول. تقلبتين كده زي ما انتم شايفين، كله خد لون بعض، ومتعرفيش تفرقيش بقى الكبدة على القوانص. كده تمام، كده هي خلاص خلصت معايا. حضرت شوية سلطة، والسلطة انا بعملها على يومين، بعمل نصها في طبق كده زي ما انتم شايفين، وحط معاها الليمونة وما تحيقهاش خالص، وتسيبيها في التلاجة ما بيحصلهاش اي حاجة، بتفضل اكنك لسه مقطعها طازة. وغطيها في طبق او تحطيها في علبة تلاجة وتحطيها في التلاجة لتاني يوم، ما بيحصلهاش حاجة. فدي السلطة بقى بتاعت النهاردة، حيقتها وغرفتها. وكان عندي شوية مكرونة من امبارح برضو هنستغلهم النهاردة، مش هنرمي حاجة. حطيت الصلصة كده على الوش. بس هي الصراحة الأكلة بتاعت النهاردة دي عايزة رز أبيض، أو عايزة رز حبة وحبة، هيبقى حلو قوي. يعني أبيض أو رز حبة وحبة هيبقى 100 جنب الكشك أو جنب الكبد والقوانص. لكن أنا بما إن أنا عندي مكرونة، فأنا قدمت النهاردة المكرونة بتاعتي، وادي الكشك والمزاليكا او الكبد والقوانص دي برضو نصها ونص التاني لبكرة ان شاء الله، والعيش والترشي والسلطة بتاعتي. ودي كده الاكلة البسيطة بتاعتنا بتاعت النهاردة، سريعة والله، ما خدتش مني وقت ولا مجهود. اشوفكم ان شاء الله بقى في فيديو جديد. السلام عليكم.